عيط وابكي في اي وقت تحس ان دموعك على وشك النزول. فضفض واحكي لما تحس انك وحيد او حاسس انك معزول. واضحك وقت ما يعجبك، اوعى الحزن يغلبك، خلي ابتسامتك على وشك ودايما سيبها على الله. واضحك وقت ما يعجبك، اوعى الحزن يغلبك، خلي ابتسامتك على وشك ودايما سيبها على الله. هو اللي عنده الحلول. عيط وابكي في اي وقت تحس ان دموعك على وشك النزول. عالي سدنا السد العالي، عالي سدنا السد العالي. من أسوان للمتوسط نورت كل الليالي، خلتنا زرعنا وحصدنا واخضريت الصحاري. من أسوان للمتوسط نورت كل الليالي، خلتنا زرعنا وحصدنا واخضريت الصحاري. فخر الكل مصري سدنا يا عالي. في الرحلة احنا بنكمل رحلة في مدرسة الحب والسلام. انا النهاردة يعني اليوم كله الرحلة اللي حصل فيها يحكوها لنا الدكتورة زيزي رمسيس. تتكلم عن محطة مهمة من محطات مدرسة الحب والسلام، وهي ازاي عاشت الرحلة في أعمال كتيرة. ويمكن هي النهاردة حابة تسلط الضوء على محطة مهمة زي ما قلنا، محطة أغنية من أسوان للمتوسط. إن شاء الله يعني كل يوم دكتورة زيزي هتفكرنا بحاجة من الحاجات الحلوة دي اللي كانت في رحلتها في مدرسة الحب والسلام. لأن احنا في الرحلة زي ما قلنا كده وكتبنا، قلنا تجارب عشناها في حياتنا. كل يوم هنحكي حكاية ونتعلم من كل اللي فاتنا في الرحلة. من يوم ميلادنا ولحد مماتنا نفس قيمنا ومبادئنا، أخلاقنا وكل حساباتنا. مدرسة الحب والسلام هي المدرسة الفنية أو المجتمع الفني اللي واخد على عاتقه يقدم القيم والأخلاق في شكل غنوة. فمن أسوان المتوسط هي الغنوة الوطنية اللي أنا بعتز بيها، من أهم الأغنيات يمكن اللي أنا ربنا إداني الفكرة إن أنا أكتبها أو إن أنا أشتغلها أو إن أنا ننفذها وتطلع بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. وطبعا الفنان محمد وحيد هو صديق وأخ وفنان أنا بحبه، وهو جزء مني لن يتجزأ. اشتغلنا مع بعض حاجات مهمة ربنا جمعنا بيها. يمكن احنا بقالنا وقت طويل جدا متواصلين مع بعض ونعرف بعض كويس وعارفه كفنان، لكن كانت بدايتنا في أغنية وحشني بجد أصوم وشكرا للعمر، ومؤخرا من أسوان المتوسط. ده غير الأغاني المتلحنة تحت التنفيذ، ربنا يكرمنا إن شاء الله ونشتغلها برضه. من أسوان المتوسط الأستاذ محمد وحيد قال احنا معزومين او مدعوين على مؤتمر لذكرى بناء السد في المركز الثقافي الروسي. فهنروح مع بعض ونقول شوية اغاني من الاغاني اللي هو عاملها او هو حافظها او هو بيقولها. فاحنا مش عايزين نخش بايدينا فاضية، فانا عايزك تكتب لي حاجة للسد العالي، على اعتبار ان روسيا يعني جزء من بناء هذا السد. فكتبت الكلام اللي هو لقيت نفسي بكتب من أسوان للمتوسط نورت كل الليالي، خلتنا زرعنا وحصدنا وعمرنا الصحاري، فخر كل مصري سدنا السد العالي. سمعته الكلام ده لحنه وقال احنا هنقوله ان شاء الله في المؤتمر او في الحفل. لما قلناه لقيته لاقى يعني صدى حلو جدا من كل الناس اللي سمعته. لما نشرته على صفحتي لقيت صدى.
لما الدكتوره زيزي بقول لها احنا كتبنا الموضوع ده وحصل كذا كذا، فاتخطفت قالت لي الغنوه دي لا دي تتنفذ فورا. قلت لها احنا عملناها بس اهداء للسد العالي. قالت السد العالي يستاهل مليون اغنيه. الغنوه دي تتناسب جدا، احنا هنديها لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو نور ليالي مصر. مصر نورت ومصر حلوت بشكل مختلف. قعدت وقت افكر وادرس الموضوع ده لحد ما فجأة كده قلت انا لازم ننفذ الغنوه دي. كنت انا منشغل في شغل بتاع اللي احنا بنعمله في المدرسه هنا مع الدكتوره وكلنا مع بعض. الاستاذ محمد اكيد منشغل في مكان تاني، انا ما كناش متواصلين. استاذ وليد مصطفى برضو، لقيتني بكلمهم يا جماعه احنا عايزين نعمل الغنوه دي بكره. زي ما حكت او هتحكي الدكتوره زيزي في الحلقه، ده اللي حصل لاغنيه من اسوان للمتوسط. احنا بنهديها لفخامه الرئيس باسم مدرسه الحب والسلام، وباسم كل عاشقي والناس اللي بتحب سياده الرئيس. طبعا دول ملايين الناس في مصر وبره مصر، لان هو يستحق الحب. ليا الشرف وليا الفخر اني في رحلتي انا شخصيا يبقى من ضمن الرحله بتاعتي كان ربنا اداني ان اقدم لمصر واقدم لسياده الرئيس غنوه واثنين وثلاثه، وعلى قد ما ربنا يديني احنا في خدمه مصر في خدمه وطننا وبندعم سياده الرئيس. وشكرا لكم، في انتظار كل واحد فيكم يقول لنا رايه في الرحله او يبعت لنا عن رحلته. مساء الخير، مساء الحب، مساء الإبداع، مساء الفن، مساء الرقي على كل اللي بيشوفوني وكل اللي معانا دلوقتي في برنامج الرحلة. الرحلة دي أنا معاكم، أنا زيزي رمسيس والأستاذ عصام فوزي شاعر المحروسة ومؤسس مدرسة الحب والسلام. برنامج الرحلة فكرة ورؤية الأستاذ عصام فوزي، برنامج جميل جدا. امبارح أنا كنت معاكم الحلقة اللي فاتت، قلنا لكم يعني إيه برنامج الرحلة. من الحاجة الجميلة جدا أن أنا في البرنامج ده، من الحاجة اللي بعتز بيها صداقتي وعملي مع الأستاذ عصام فوزي. احنا دويتو في مدرسة بتدعو للفن الراقي، للجمال، ازاي نرتقي بفننا، ازاي نطلع مواهب جميلة تطلع للبلد بصورة حلوة، بصورة تليق بالبلد اللي بقت جميلة فعلا. انا معاكم النهاردة لوحدي، عقبال ما الأستاذ عصام يجي اللي اتأخر علينا هنستدعيه ونقول له اتأخرت علينا يا أستاذ عصام يا فوزي، ما ينفعش كده. كل واحد لينا في المدرسة، احنا بنتكلم عن مدرسة الحب والسلام، انا بتكلم عليها، بتكلم على رحلتي معاها. وكل واحد في المدرسة دي ليه رحلة هيجي ويحكيها لنا ان شاء الله. النهاردة انا معاكم عشان احكي لكم رحلتي بدأت ازاي ورحلتي منين وشفت فيها ايه وعملت فيها ايه واضفت ايه واستفدت ايه وافدت ازاي. بس هنطلع فاصل قصير، هنسمع حاجة حلوة كده، اغنية من اسوان للمتوسط تأليف الأستاذ عصام فوزي. فاصل وارجع لكم تاني. سدنا السد العالي، حفظت لينا سر الحياة، سر الحياة. مية عذبة ترد الروح، مية عذبة. أسوان للمتوسط نورت كل الليالي، خلتنا زرعنا وحصدنا وعمرنا الصحاري. فخر كل مصر سدنا السد العالي، فخر كل مصري سدنا السد العالي. تحيا مصر.
أغنية من أسوان للمتوسط هحكي النهاردة رحلتي معاه. من أسوان للمتوسط نورت كل الليالي، خلتنا زرعنا وحصدنا، عمرنا الصحاري، فخر لكل مصري، فخرنا السد العالي. الأستاذ عصام فوزي كتب الأغنية دي، وبعدين لقيته بيبعتها لي بيقول لي إيه رأيك يا دكتورة في الكلمات دي؟ قلت له الكلمات دي كلمات رائعة، كلمات جميلة جدا. من أسوان للمتوسط يعني من جنوب للشمال، من جنوب مصر لشمالها، نورت كل الصحاري، خلتنا زرعنا وحصدنا، وعمرنا الصحاري واخضرت. فقلت له الأغنية دي يا أستاذ عصام دي بتتكلم على فخامة الرئيس. قال لي إيه؟ قلت له أيوة صدقني، هو مين اللي خلى الصحاري اخضرت؟ مين اللي عمر من الجنوب للشمال؟ هو فخامة الرئيس. قال لي يعني أنا كنت بكتبها من أسوان للمتوسط، يعني بتكلم عن السد العالي. فقلت له لا، أنا بالنسبة لي السد العالي هو فخامة الرئيس السيسي. فقال لي أنت قريتي أفكاري، انت ازاي وصلتي لحاجة زي كده؟ قلت له لأن هي الأغنية بتقول كده، هي الأغنية بتقول انت عمرت، فخامة الرئيس عمر وطور وشقلب لنا مصر، خلاها من كانت متدمرة لحاجة جميلة نفتخر بيها كلنا، نقول دي مصرنا، دي أم الدنيا. هو قالها سيادته، قال مصر أم الدنيا وهتفضل أم الدنيا، وده حبي لفخامته. قال لي أنت من حبك فيه أنا عملت الأغنية دي. قلت له أنت قريت أفكاري، يعني أنت أصل حبي نابع من إيه؟ من الشخصية المحترمة الجميلة اللي عمالة تعمر البلد، اللي عمالة تعمل أقصى ما في وسعها علشان تخلي مصر دي فعلا أم الدنيا، وهي أم الدنيا وهتفضل أم الدنيا. حبي نابع من التطورات اللي أنا شفتها، من الجمال اللي أنا شفته من الجنوب، جنوب الصعيد اللي كان كم مهمل، محدش منتبه له، محدش بيجي ناحيته. لقيت تغيير شامل. النهاردة بقى أنا طالعة لكم عشان أكمل الرحلة دي. إحنا كلنا في الوقت ده، إحنا كلنا ملتفين حوالين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه؟ وضع البلد، الحاجات الجميلة اللي هو عملها لنا، لازم كلنا نبقى إيد واحدة. أستاذ عصام فوزي قال لي إحنا عايزين ننفذ الأغنية دي بسرعة. قلت له ماشي ننفذها، بس أنا ما كنتش موجودة في القاهرة يوميها. فقال لي لا تعالي لي، أنا كنت موجودة في اسكندرية. فقال لي اركبي وتعالي لي دلوقتي، إحنا هننفذ الأغنية النهاردة. الكلام ده كان الصبح. ازاي يا أستاذ عصام في إيه؟ قال لي خلاص هي جت في دماغي إن أنا عايز أنفذ الأغنية النهاردة. قلت له طب ماشي، طب تصدق بقى أنا اتحمست، أنا جاية حالا. رحت راكبة ورايحة. قال لي أنا موجود عند الأستاذ الموزع الموسيقي وليد مصطفى. قلت له ماشي أوكي، اسبقني وأنا هاجي لك هناك. رحت لقيت الأغنية بتتوزع، سمعت حاجة حلوة قوي. قلت له الأغنية دي جميلة جدا. قعدنا إحنا التلاتة. أيوة يا أستاذ وليد، لا لو سمحت معلش عليلي الجزئية دي شوية، لا وطيلي الميوزك هنا شوية، لا خشلي هنا بحاجة أقوى. والأستاذ وليد كان متعاون جدا حقيقي. وفجأة لقيت الأستاذ عصام قال له ستوب، أنا هقولها بصوتي. وبصيت لقيت راح الأستاذ وليد راح مشغله ميوزك
وراه خفيف كده، وراح قايلها بصوته. حاجة كانت في منتهى الروعة. أهلا يا أستاذ عصام، أخيرا وصلت. أنت جيت في الوقت المناسب علشان تقول لنا تاني الأغنية بصوتك زي ما أنت طلعتها لنا هناك في الاستوديو علشان أكمل رحلتي. فممكن تقولها لنا بصوتك؟ نورت كل العين، خلتنا زرعنا وحصدنا وعمرنا صحاري. فخر كل مصري سدنا السد العالي. كنت لينا ضوء نجاة زي سفينة نوح، حفظت لينا سر الحياة، مية عذبة ترد الروح. فخر كل مصري سدنا السد العالي. أنا ليه بحكي لكم الحكاية دي؟ علشان أقول لكم إن علشان الأغنية تطلع بالصورة اللي انتوا بتشوفوها دي، على فكرة فيها تعب، فيها مشقة للشاعر، مشقة للمنتج، مشقة للموزع، مشقة للمغني. فإحنا عملنا كده. الأستاذ عصام فوزي قال بصوته، وبعدين قلت له طب فين الأستاذ اللي هيغني؟ قال لي الأستاذ محمد وحيد. قلت له حقيقي؟ قال لي ده أنا كلمته وجاي في السكة دلوقتي. قلت له طب كويس الحمد لله. قعدنا شوية، باب خبط، مين؟ أستاذ محمد وحيد داخل، ومعاه مطربة جميلة كده جزائرية، معاه زميلة مشتركة معاه، كانوا جايين برضو من أغنية أو من احتفالية. احنا على طول ما بنقعدش من الاحتفالية دي للأغنية دي، هكذا يعني. فأنا بحكي المعاناة اللي كل فنان وكل واحد بيبدع بيشوفها في حياته، ان هو مش قاعد متهني ولا نايم علشان الانتاج ده يطلع. جه الأستاذ محمد وحيد ومعاه المطربة الجميلة الجزائرية أمينة منصور. دخلوا، ايه يا جماعة؟ اهلا يا دكتورة، اهلا يا استاذ عصام فوزي، ايه الحكاية؟ انتوا جايبيننا كده على مال وشنا. هنسجل دلوقتي الاغنية. قال اخيرا يا عصومة. الاستاذ محمد وحيد دايما يدلع الاستاذ عصام فوزي عشان هم اخوات، فبيقولوا دايما يا عصومة، لان هم عملوا قبل كده رجعها حلوة تاني، وعملنا اغنية رمضانية برضو الأستاذ محمد وحيد هو اللي غناها. الحاجات دي طبعا هنتكلم عليها بعدين، كل أغنية هنتكلم عليها في حدة، بس أنا بكلمكم على الأغنية دي بالذات لأن هي دي كانت ليها أهمية كبيرة قوي عندي، واتعملت في وقت قياسي فعلا بجد. احنا قعدنا حوالي 4 أيام من غير نوم، واحنا متواصلين، واحنا عمالين بننتج، ولا دي تتشال، لا دي تتحط، لا دي تعلى، لا لو سمحت اعمل لي ده، لا استني احنا عايزين نعمل دي. وجي واتصلنا بالمخرج جنة برضو في نفس اليوم، وطلعنا بعد ما خلصنا التوزيع طلعنا على استوديو اللي احنا هنسجل فيه الأغنية بتاع الأستاذ محمد طعيمة. الأستاذ عصام فوزي راح متصل بيه، أيوة أستاذ محمد احنا جايين لك في الطريق، حضر لي الاستوديو علشان احنا هنيجي نسجل الأغنية. يا أستاذ عصام انت ما قلتليش قبليها. قال له انا بقول لك كده خلاص، هي طلعت في دماغنا ان احنا هنسجل النهارده. قال له انت تؤمر يا باشا، انت على عيني وراسي، انت وقت ما تقول الكلمة انا اقول لك حاضر. ورحنا فعلا اخدنا بعضينا ورحنا رحنا لقينا الاستوديو الحمد لله متجهز. عملنا بروفات، دخل الأستاذ محمد وحيد دخل يغني. بصينا لقينا بقى المطربة الجميلة أمينة منصور بتقول أنا عايزة أشارك، هو أنا عشان مش مصرية ما تشاركنوش في أغنية مصرية زي دي جميلة والروعة دي فيها كلها؟ لا يا أستاذ عصام فوزي أنا لازم أشارك. يا دكتورة لو سمحت ادوني، ما أنا مصرية برضو، أنا بحب مصر. فرحنا جدا حقيقي، مطربتنا الجميلة هتشارك، وقالت
أنا بتكلم مصري وأنا عايشة في مصر، دي بلدي التانية، دي اللي أنا بحبها جدا. الأستاذ محمد وحيد أخذ الجزء بتاعه ورحنا مدخلين، عملنا قط علشان ندخل مطربتنا الجميلة الأستاذة أمينة جوه الكليب. الحمد لله اللي أنا بحكيه لكم ده كله استغرق 3-4 أيام بالظبط. أنا بحكيه لكم في موجز بسيط، لكن هو قعد مننا 4 أيام وإحنا بدون نوم قاعدين في الاستوديوهات صاحيين، عمالين نقرر، عمالين نقول لا نشيل دي، لا نحط دي، لا الصوت هنا يعلى، لا الصوت هنا ينزل، لا لو سمحت هنا مش مظبوط، لا الحاجات دي كلها انتوا ما بتشوفوهاش. احنا واللي خلف الكاميرا واللي ورا واللي جوه الاصوات هم اللي احنا بنحس بيها، المنتج، المصور، الموزع، المطرب، كل ده احنا. حتى شاعرنا الجميل شاعر المحروسة قاعد علشان يشوف عمله بيطلع على احسن ما يكون. وكذلك كل الاعمال اللي احنا بنعملها، احنا بننتج مسلسلات، بننتج كرتون، بننتج اوبريتات، بننتج افلام. فتخيلوا اغنية واحدة تاخد مننا 4 أيام وبتعتبر خلصت في وقت قياسي. كان ممكن الأغنية دي تقعد لها شهر علشان مش عاجبنا اللحن ده فبنعمل لحن تاني، لا الحتة دي أصلا مش مظبوطة فإحنا هنعمل حاجة تانية، إحنا تعبنا فبناخد ريست شوية بنرجع نكمل. المطرب تعب وصوته تعب فبيقعد يرتاح شوية، المطربة مش عارفة فالحكاية كلها يا جماعة الرحلة دي رحلة طويلة على فكرة. بحكيها لكم ليه؟ لأن طالما عندك إيمان إن أنا هخلص العمل يبقى لازم أخلصه، يبقى لازم أنجزه. ما نمش وأقول لا هستنى لبكرة ولا هستنى كمان ساعة، لا وقعت هقوم تاني أكمل وأعمل الأحلى وأعمل الأجمل وأعمل الأفضل. أي إنسان بيتعرض للدروب ما يقولش مفيش أمل، لا يقول في أمل. طول ما أنا فيا صحة، طول ما أنا فيا قوة هقوم وهعمل من أول وجديد. طول ما أنا قادر إن أنا أعطي لازم أدي، لازم أبني، لازم أعلي، لازم أطلع بأفضل ما يكون. ده هدف الرحلة. برنامج الرحلة بنقول لكم خلي عندكم أمل. طول ما جواك أمل عايش جواك هتفضل سعيد. طول ما أنت عندك رضا باللي أنت فيه هتمشي الطريق، هتقول لا هفضل أسابر علشان ربنا يديني الأحسن، هفضل أشتغل عشان يبقى ربنا يديني الأفضل. ما أقعدش محلك سر، ما أقولش أصلي مش لاقي فأفضل قاعد. لا إحنا بنتعب علشان غيرنا يلاقي وإحنا نلاقي ونعمل مستقبل لبلدنا حلو. ده اللي عمله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن انتوا بتقولوا احنا انضغطنا عشان نبقى اقوى، انضغطنا عشان نبقى افضل، انضغطنا علشان مصر تبقى قوة كبيرة لا يستهان بيها. هو ده هدف فخامته. هدف فخامته ان مصر هي الام اللي بتحتوي جميع الدول، مش هقول لكم الدول العربية بس، حتى اللي بيجونا من بره، من دول بره بييجوا مصر بيعيشوا فيها في سلام وأمان، بيتفسحوا، بيشوفوا آثار، بيشوفوا أماكن جميلة. ده ليه؟ لأن فخامته خلاها جميلة. والحلقة الجاية هنكلمكم أنا والأستاذ عصام فوزي رجعها حلوة تاني. استنونا في رجعها حلوة تاني مع الأستاذ عصام فوزي زيزي رمسيس. عيط وابكي في أي وقت تحس إن دموعك على وشك النزول. فضفض واحكي لو حسيت إنك وحيد أو حاسس إنك معزول. اضحك وقت ما يعجبك، اوعى الحزن يغلبك، ودايما سيبها على الله. الله عنده الحلول.